يومكم سعيد. يا ترى ايه هو الاقتران الكبير اللي كل الناس بتتكلم عنه اليومين دول؟ عموما الاقتران هو ان كوكبين في نفس درجة تقريبا يدخلوا بيت واحد ويكونوا قريبين جدا من بعض، او زي ما قلت في نفس الدرجة، فيبقوا كأنهم صوت واحد مش صوتين، لان احنا فاهمين ان كل كوكب في الزودياك وليه طبيعته. فلما اتنين يعملوا اقتران في بيت واحد بيحصل زي اتحاد، زي ميرج، زي اقتران يعني فيبقوا صوت واحد بدل ما هما اتنين. الكوكبين اللي معانا هما زحل اللي يعتبر سيد الواقع، ونبتون اللي هو يعتبر سيد الأحلام. زحل بقى بيمثل الزمن والهيكل والواقع والكارما والقوانين الأبوية والقوانين عموما والصرامة والالتزام. نبتون بيمثل الروح والحلم والضباب والإلهام والوهم والذوبان. لما هما الاتنين هيقترنوا سوا، الواقع يدوب شوية والحلم يتجمد شوية. عموما تعالوا برضو نقول شوية أرقام كده في الأول علشان نبقى فاهمين احنا رايحين فين. الاقتران ده نادر نسبيا لأنه بيحصل كل 36 سنة. المرة دي هيحصل فيه زي تحديث لنظام التشغيل للواقع كله. يعني زي ما بنقول كده المهندس اللي هو يمثل زحل هيقابل الإنسان الحالم اللي هو يمثل نبتون. يعني حاجة كده عاملة زي فيلم أحمد حلمي في عسل أسود، لما كان راكب جوه العربية ومشغل الجي بي اس، وعايز يروح مكان مش عارف هيروح فين، مش عارف يوصله يعني. فالموقف نفسه في حد ذاته هو بيمثل أحمد حلمي اللي هو زحل، والشخص اللي دخل دماغه من باب العربية علشان يشوف الكاسيت نقدر نقول ان هو ده نبتون اللي عايش في الأحلام ومش عارف حاجة، او الحياة بالنسبة له غير الحياة بالنسبة لنا خالص. طيب الاقتران ده ممكن يعمل جوانا نوع من انواع الصراع. طيب الاقتران ده اللي كتير زي ما قلت معتبرينه هو الحدث الفلكي الأهم في 2025 و26. هيدخل نبتون الحمل رسميا يوم 26 يناير 2026، وزحل هيدخل الحمل رسميا يوم 13 فبراير 2026. ولحظة الاقتران التام اللي هي the exact conjunction هتبقى تقريبا يوم 20 فبراير 2026. يعني هما الاثنين هيكونوا في الدرجة 0 من برج الحمل، يعني نقطة البداية الكونية اللي في اليوم ده هتكون الطاقة في أقصى ذروتها لتجسيد الأحلام وبناء واقع جديد. وطبعا الطاقة بتبقى شديدة برضو من قبلها بتقريبا أسبوع، وبتفضل كده لغاية بعدها بتقريبا أسبوع. يا ترى الاقتران ده ممكن يأثر علينا احنا ازاي؟ يعني بشكل عام هو ممكن يعمل نوع من أنواع الصراع النفسي العقلي، يعني يعمل جواك صراع بين الحلم وبين الواجب، يخلي عندك رغبة في الهروب من الواقع مقابل ضغط الانضباط والمسؤوليات. ممكن برضو يسبب حساسية روحية قوية مع خوف من الفوضى. ممكن برضو يعمل إمكانية لتحويل الروحانية لنظام عملي، يعني مثلا يخليك تبتدي تأسس كده نظام محدد وقوي وصارم، يخليك توصل للي انت عايز توصله في مسعاك الروحي. يعني تحط جدول للتأمل صارم تمشي عليه، تبتدي تاكل كويس بشكل صحي مثلا، يعني تعمل الحاجات دي. يعني باختصار كده زحل كمهندس صارم هيجي يقولك ثبت أقدامك في الأرض. نبتون كشخصية حالمة هيجي يقولك لأ دوب معانا في البحر. الاقتران بقى لما هيحصل فيه ذروته أو عموما هيحصل في برج الحمل، هيبقى زي زحل ونبتون قعدوا سوا وغيروا كلامهم وقالوا لأ تعالى امشي معانا فوق المية، هو ده الحل. طيب الطاقة طبعا زي ما قلنا هي طاقة قوية جدا، لأن هي جاية في برج الحمل اللي هو أصلا بيمثل البداية الفلكية الجديدة بالكامل جوه دايرة الزودياك. الطاقة زي ما قلنا هتبقى نادرة وهتحصل في وقت مفصلي ومهم في تاريخ البشرية. تعالوا بقى نشوف كده في نقط ايه اللي هيحصل بالظبط. ممكن او نتوقع يعني انه يحصل في الاول هيحصل صراع، يعني صراع الجدار الصلب مع الضباب اللي مش مفهوم له كتلة ولا معالم. يعني
اجتماع الكوكبين دول هيحصل فيه اجتماع لطاقتين متناقضتين في الأول. ده هيخلق حالة من الضغط، مش بالضرورة دي حاجة تبقى وحشة، لأنه ممكن في الآخر الضغط ده يولد حاجة جديدة تماما عن المألوف اللي تعودنا عليه. هما الاتنين لما يبقوا في برج الحمل، زحل هيعمل هيكلة لأحلام نبتون، ونبتون زي ما قلنا هيحاول إذابة صرامة زحل. الطاقتين اللي عكس بعض هيبقوا في حاجة تشبه صراع الجبابرة، والنتيجة إن هيحصل تجسيد للخيال. يعني في الوقت ده كل الأفكار الروحانية المجردة انت ممكن تقدر تحولها لواقع ملموس، أو برضو حتى العكس، يعني ممكن تنهار الهياكل الواقعية اللي ما فيهاش أي روح. ثانيا بقى، برج الحمل بيمثل كلمة أنا أكون، يعني الإرادة والرغبة جواك لإثبات نفسك، يعني الشرارة الأولى، يعني الهوية والبدايات الجريئة بتاعتك ورغبتك في إثبات ذاتك. وجود لقاء الجبابرة ده في الحمل معناه ان التغيير مش هيكون نظري او جماعي بس، لكن هيمس صلب هويتك الشخصية، وهيعمل كمان اعادة تعريف للرجولة وللسلطة وحتى للأنوثة الداخلية. وده لان زحل في الحمل اصلا بيمثل السلطة ونبتون بيدوبها. فاهمين الميكس؟ احنا هنفضل ماشيين كده فترة على بال ما نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل، لان اقتران زحل ونبتون حاجة مش معقولة. ممكن قوي كمان نشوف ظهور نمط جديد من القيادة، يعني يكون اكثر تعاطفا وروحانية، او كمان نشوف سقوط رموز سلطة قديمة كانت بتعتمد على القوة الخشنة فقط. ده مش بشكل جمعي بس، انما كمان بشكل فردي، يعني ممكن في شغلك، في حياتك، وسط جيرانك، وسط اصحابك، تبتدي تحس ان الحاجات دي بتحصل شوية شوية. ثالثا بقى، الاقتران ده زي ما قلنا ليه معنى عميق نفسيا وعمليا. هيحصل بسبب بقى سقوط الأوهام، لأن زحل لا يتسامح مطلقا مع أوهام نبتون. يعني بشكل شخصي لو انت عايش جوه فقاعة غير واقعية، زحل هيجي يفجرها، وده هيكون مؤلم في البداية صحيح، لكنه ضروري علشان انت في النهاية تبني شيء حقيقي. يعني ما بقاش كفاية انك تؤمن وتحلم وانت قاعد مكانك خلاص. زحل في الحمل هيطلب منك تطبق الروحانية بتاعتك في حياتك اليومية بشكل عملي. هيطلب منك ازاي تخلي الحلم بتاعك عبارة عن مشروع حقيقي ليه هيكل وليه نظام. هيحصل كمان زي إذابة وإعادة هيكلة، لأن نبتون هيدوب الحدود القديمة اللي حطها زحل في الدورة السابقة لما كان لسه في الجدي والدلو. الحدود بقى اللي هي موجودة بين الممكن والمستحيل هتتلاشى. رابعا، يعني أفضل وصف للاقتران ده إن هو لو هنسميه اسم كده هنقول عليه الواقعية السحرية، لأنه هيمنحك القدرة إنك تكون حالم زي نبتون ومنضبط زي زحل في نفس الوقت. هيطلب منك الشجاعة زي الحمل كمان، علشان في الآخر تبني حياتك بناء على حدسك الروحي، مش بناء على ما يفرضه المجتمع من قوالب ثابتة عفى عليها الزمن. طيب، بالنسبة بقى لباقي الكواكب، هل هيأثر عليهم الاقتران ده؟ هو طبعا أكيد هيأثر، احنا قلنا إن هو جاي في الحمل وهيأثر على الكواكب كلها. الاقتران بين زحل ونبتون بيخلي يعني الاقتران ده شغال زي المايسترو، او زي الفلتر اللي هتمر عبره طاقة باقي الكواكب. يعني طاقة كل كوكب هتتأثر بالاقتران. زي مثلا المريخ نتوقع ان هو يكون صاحب التأثير الأهم علشان هو حاكم برج الحمل أساسا. فاللي هيحصل ان المريخ اللي بيحب السرعة والاندفاع هيقف قصاده طاقة زحل وتجبحه مكانه، بينما طاقة نبتون هتشتته. فالنتيجة هتكون انتهاء عصر القوة الغاشمة. حتى لو عايز تتعرف على نفسك وتعمل حاجة مش هتعرف، حتى لو عندك قوة نارية انك تتخانق وتكسر وتمشي زي ما انت عايز، او تتني الواقع وتعمل اللي انت عايزه بقوة غاشمة، برضو مش هينفع. العمل الجسدي والجهد المبذول والإنهاك بدون نية وبدون روح مش هيؤتي ثماره، بالعكس ممكن يعمل في الآخر احتراق نفسي أو بيرن أوت. النصيحة هنا إن النجاح هيجي للي بيتحرك بأسلوب التاي تشي. بالنسبة بقى لكوكب الزهرة، فهيحصل تبلور في الفن والعلاقات ومعنى الجمال والمال.
يعني في الفن مثلا زحل ونبتون سوا هيعملوا لنا فن خالد. نبتون هيدي الإلهام السماوي للمبدعين، وزحل هيدي الشكل والتقنية للإتقان. يعني ده وقت ممتاز لتحويل الفن عندك من هواية أو إلهام إلى مهنة أو حتى إرث ملموس تسيبه للحياة كلها. في العلاقات بقى زحل مش هيقبل العلاقات الضبابية بتاعة نبتون دي خالص. العلاقات السامة أو اللي قايمة على الأوهام هتنهار فورا. هتفضل بس العلاقات اللي فيها التزام حقيقي بتاعة زحل، وكمان جواها اتصال روحي عميق بتاعة نبتون. بالنسبة لعطارد الكلمة هتتحول لقانون ساري ومنفذ. يعني عطارد بيحب المنطق والبيانات، ونبتون بيكره كده، فنتيجة اللي هتحصل هي هيكون صعوبة في التركيز على التفاصيل المملة أو الحسابات الجافة، أو عموما الطريقة اللي انت مش بتحبها في الشغل. لكن في المقابل هتنفجر القدرة الإبداعية على الكتابة والتعبير بالصور. يعني أجمل حاجة هنا كمان إن الكلمات هيبقى ليها قوة زي قوة التعويذ كده، ليها قوة تعويذية ضخمة. يعني اللي هتقوله بنية صادقة زي نبتون وتصميم زي زحل هيتحقق في الواقع بسرعة قوية. فمهم أوي ناخد بالنا، لأن اللي لسه ما دربش نفسه ينقي كلامه للأسف ممكن الموضوع ده يشتغل عكسه. وكمان الناس اللي بتحب تتلاعب بالكلام كرمتهم هتكون تقيلة. أما بقى تأثير الإقتران ده على الشمس هيعمل لنا كلنا حاجة شبه إعادة الهوية اللي أغلبنا مستنيها بقاله كتير، وده لأن الشمس هي الأنا. وجود زحل ونبتون في الحمل يعني تذويب الإيجو ثم إعادة بناؤه مرة تانية. النتيجة إن هيكون في شعور بضياع الهوية لفترة. ممكن تقعد كده تسأل روحك وتقول هو أنا مين؟ هو أنا عايز إيه؟ يعني حاجة كده هتبقى فيها للأسف فترة في الأول، وده المطلوب لأنك بتدوب الهوية القديمة. لكن هيتبعوا بأمر الله ظهور أنا جديدة أو هوية جديدة أكثر نضجا وتواضعا الحمد لله. القادة بقى والمشاهير اللي بنوا مجدهم على الشو فقط بدون محتوى وبدون معنى وبدون نية، هم للأسف اللي هيقعوا، وهيصعد مكانهم قادة حقيقيين وإنفلونسر ومشاهير جداد يخدموا المجتمع بجد. احنا بنتكلم على 36 سنة يا جماعة، يعني ناس غير الناس. بالنسبة بقى للتأثير على المشترى، فالمشترى بيمثل التوسع والحظ. زحل ما بيحبش كده، زحل بيحب التقليص، علشان كده هما الاتنين ما بيحبوش بعض خالص. فنتيجة ان الحظ مش هيجي صدفة بالنسبة لك، الحظ هيكون حليف المجتهدين الحالمين. يعني اللي عندهم حلم بيسعوله باجتهاد، اللي عندهم رؤية وحلم واقفين على أرض الواقع علشان يحققوها. كمان النمو الاقتصادي والفكري هيكون بطيء شوية لكنه راسخ. الفقاعات الاقتصادية الضعيفة اللي نبتون بناها بقاله كتير هتنفجر بواسطة زحل، علشان اللي يفضل في الآخر هو الاقتصاد الحقيقي القوي. أما بقى بالنسبة للقمر، فالقمر يا جماعة هو زي مستودع الذاكرة. القمر هو أسرع الكواكب حركة، وكمان بيمثل المشاعر واللاواعي والحياة اليومية. يعني بقى دوره مع الاقتران التقيل ده هيكون كده عامل زي دور التريجر، المحفز. هنفهم ليه طبعا، لأن مرة واحدة كل شهر القمر هيعدي فوق نقطة التقاء زحل ونبتون في الحمل. في الأيام المحددة دي من كل شهر ممكن تحس بتسونامي عاطفي. نبتون هيخلي المشاعر فائضة وبلا حدود، وزحل هيخلي الرسائل قوية وواضحة. يعني اللي لسه ما اشتغلش على تنظيفات المشاعر الأيام دي بالذات هيكون في اوفرلود مشاعر عاطفية زي ما هي موجودة جوه عقلك الباطن بالظبط. القمر هو كمان بوابة الأحلام. لما يعدي على نقطة الاقتران أحلامك مش هتكون عادية، هتكون رسائل واضحة ومباشرة من عقلك الباطن، هتقولك بالظبط ايه اللي انت تعمله في الواقع. نصيحتي ليك في الفترة دي تجيب كراسة أو نوتة وقلم وتخليهم جنب مخدتك، علشان أول ما يعني تصحى كده من النوم وانت لسه فاكر الحلم تسجل أحلامك أول بأول وتحللها وتفسرها بعدين، علشان تستفيد وتعمل قفزات في الوعي إن شاء الله.
بما ان الاقتران بيحصل في الحمل فهو هيأثر بقوة على امانك العاطفي. يعني لو كان قمرك بيحب الامان زي الثور مثلا او السرطان، هتحس بقلق لان زحل ونبتون بيغيروا الواقع. اما لو كان قمرك ناري زي الحمل والاسد والقوس، هتحس شوية بحماس غريب لدمج الخيال بالواقع والرغبة في المغامرة العاطفية. بالنسبة بقى لباقي الكواكب اللي احنا مقلناهاش زي مثلا كايرون وفيستا والحاجات دي، فهم هيضطروا للعمل وفق للقانون الجديد. قانون مبدأه كده أو نصه هيقول: إذا لم يكن ما تفعله حقيقيا فسيذوب، وإذا كان مجرد حلم فيجب أن يتجسد. تعالوا بقى في الآخر نعرف نصيحة لكل برج بشكل مبتكر كده مش هتلاقوه في حتة تاني. لكن برضو يعني قبل ما أبدأ وجب التنبيه إني بستخدم هنا نظام الهول ساين. وطبعا برضو اسمع النصيحة بناء على طلعك أولا، ثم برجك الشمسي أو القمري أو حتى الزهرة أو أي برج تاني أنت بتحبه. الطالع يا جماعة هو أصدق حاجة بتبقى يعني ممكن تعبر عن شخصيتنا الحقيقية. اللي لسه مش عارف طلعه يكتب لي في التعليقات وهقوله ازاي يعرفه. النصيحة هنا مبنية على البيت اللي واقع فيه الحمل. يعني عموما شوف الحمل في خريطتك فين وهتلاقي النصيحة بتاعتك. عموما شعار المرحلة للجميع هو: ابني سفينتك الآن، فالطوفان قادم لكنه طوفان خير لمن يستعد. الطاقة بالنسبة للأبراج النارية بتحصل في ملعبكم، والدعم قوي والضغط مباشر عليكم لبناء هوية جديدة. الحمل مثلا البيت الأول عندك اللي هو انت الحمل، فانت الملك دلوقتي، يعني زحل فوق راسك بيثقلك بالمسؤولية، ونبتون هيخليك شفاف وروحاني. النصيحة هنا هي: انت محتاج نضوج المحارب. توقف عن الحروب العبثية لأنك بتعيد تشكيل شخصيتك وجسدك بالكامل. تحمل مسؤولية نفسك وبطل لوم في الآخرين. لو كنت عاوز تكون قائد، كن قائدا حكيما وليس مديرا متسلطا. اهتم كمان بصحتك بالذات الأسنان والعظام، لأن زحل باختصار يحاسب جسدك الآن. بالنسبة للأسد البيت التاسع، فالطاقة بالنسبة لك في بيت السفر والفلسفة والنشر. النصيحة ليك: وثق حكمتك. ده وقت ممتاز جدا لتحويل أفكارك ومعتقداتك إلى منهج دراسي زي كتاب أو رسالة دكتوراه مثلا. ما تكتفيش بالسفر للسياحة، سافر للتعلم وزيادة خبراتك. وخلي بالك لأن إيمانك يمر باختبار الآن. هل أنت تؤمن حقا بما تقوله؟ القوس البيت الخامس، الطاقة عندك في بيت الإبداع والحب والأطفال. حول هوايتك لمهنة. زحل بيطلب منك الانضباط في إنتاجك. أما بالنسبة للحب فيا برنس، انتهى زمن العلاقات العابرة. أما هتعمل ارتباط روحي عميق ومسؤول، زحل ونبتون والطاقة هتبارك ده، يا إما ده يا إما بلاش. الأبراج الترابية بقى، انتوا الطاقة بتقع في بيوت نفسية أو خفية في اللاواعي بالنسبة لكم، يعني التغيير داخلي وعميق جدا. الثور اللي هو البيت 12، انت الطاقة عندك في بيت العزلة والنهايات واللاواعي، فالنصيحة ليك هي التنظيف العميق. انت بتستعد لولادتك الجديدة لما هيدخل زحل ونبتون برجك اللي هو بعد تقريبا 2.5 سنين من دلوقتي. تخلص بقى من الكرمة القديمة، سامح واترك الماضي في الماضي. اهتم بصحتك النفسية وابتدي العمل في الكواليس بعيد عن الأضواء، لأن انت محتاج ده دلوقتي أكتر حاجة. العذراء البيت 8، الطاقة عندك بقى في بيت التحولات، الموارد المشتركة والعلاقات الحميمة. النصيحة ليك هي الدمج المقدس، يعني نظم ديونك وأموالك المشتركة بينك وبين الشريك بصرامة، وانت بتعرف تعمل كده أصلا. كمان علاقتك بالحميمية هتتغير، هتبتدي تدور عن العمق الروحي اللي بيداوي الحدود، مش مجرد تواصل جسدي عادي. ما تخافش من مواجهة ظلامك الداخلي، لأن في الظلام يوجد كنز.
البيت الرابع، الطاقة عندك بقى في بيت العيلة والجذور والعقارات، لأن حاكمك زحل هنا هو صاحب الليلة وصاحب الفرح. النصيحة هنا ليك هي تأسيس القاعدة. ممكن تضطر تشيل مسؤولية تجاه أحد الوالدين، أو تقرر شراء أو بناء عقار، أو عموما يعني مكان تلاقي فيه السكن والسكينة سوا. دلوقتي هو وقت شفاء جذور العيلة. اقطع أنماط التربية السامة اللي ورثتها علشان تعرف تبني بيتك الجديد الدافي والآمن. أما الأبراج الهوائية فالطاقة داعمة جدا جدا، علشان في زاوية تسديس هتدفعكم لتحويل الأفكار إلى واقع اجتماعي. بالنسبة للجوزاء، البيت ال11، الطاقة عندكم في بيت الأصدقاء، الجمهور والأحلام المستقبلية. النصيحة ليك هي غربلة الدوائر، لأن هتكتشف مين هم أصدقائك الحقيقيين. كمان بقى انت هتلاقي نفسك بتبتعد عن الشلة السطحية، وهتبني مجتمع راقي حقيقي يشاركك نفس الرؤية الروحية أو الإنسانية. ركز، لأن أحلامك الكبيرة محتاجة لخطة عمل عشان تعرف تحققها. الميزان بقى اللي هو البيت السابع، الطاقة عندك في بيت الشراكة والزواج والعدالة. النصيحة ليك هي ملاحظة العقود الروحية، عقود الزواج بقى أو الشراكة أو الشراء، لأن يعني الطاقة عندك هتاخد طابع القدر. يعني لو كانت العلاقة هشة هتدوب وتختفي، ولو كانت حقيقية هتتحول لرباط مقدس وصلب. ما تضحيش بنفسك لإرضاء الآخر. درس نبتون ليك في الاقتران ده، ما تضحيش لنفسك من أجل الآخر، لكن التزم برضو بوعودك ناحيته، وده درس زحل ليك. بالنسبة بقى للدلو اللي هو البيت الثالث، الطاقة عندك في بيت التواصل والمهارات والإخوة، وكمان عندك بلوتو. يعني النصيحة ليك هي اعرف قوة الكلمة وتعلم مهارة جديدة بجدية، لغة بقى، برمجة، كتابة، أي حاجة. خلي بالك لكلماتك لأن ليها تأثير السحر الآن. احذر مما تقول علشان هتكتشف ان مش كل اللي كنت تتمناه هو في مصلحتك. يعني مش كل اللي كنت بتطلبه كان خير ليك. كمان انت ممكن تكون وسيط لحل المشاكل بين اخواتك او الجيران او اصحابك. اكتب واتكلم وعبر عن ثورتك الداخلية. الأبراج المائية بقى، انتوا الطاقة عندكم جاية في بيوت مادية وعملية، وده بيطلب منكم دمج الروحانية بالواقع. السرطان البيت العاشر، الطاقة عندك في بيت السمعة والمهنة والسلطة. النصيحة ليك هي كون القائد الشافي. العالم محتاج النوع ده من قيادتك. كمان انت ممكن تغير مسارك المهني تماما وتشتغل في مجال ممكن يخدم ناس ويحقق لك كمان إشباع روحي. ما تخافش من تولي المناصب الكبرى، لكن اجعل الرحمة هي قانونك في العمل. العقرب البيت السادس، الطاقة عندك في بيت العمل اليومي، يعني الصحة وروتين. النصيحة ليك هي ابدأ الطقوس اليومية. لازم تلتزم بطقوس يومية. صحتك الجسدية مرتبطة جدا بحالتك النفسية دلوقتي. شفائك في النظام، في انك تنظم حياتك. دخل ممارسات روحية زي يوجا او تأمل او حتى مشي كده في هدوء وانت في ودنك مزيكا لطيفة بتقلل التوتر. في روتين يومك الحقيقة انت لازم تعمل كده. بالنسبة لك يعني العمل ممكن يتحول الى استنزاف ويكون بلا معنى، فخلي بالك الفترة دي. الحوت البيت التاني، الطاقة عندك موجودة في بيت المال والقيم والممتلكات، وانت اصلا كمان الحاكم بتاع بيتك هو نبتون. يعني نبتون هنا هيسيبك ويدخل بيت المال عندك. النصيحة ليك هنا حقق الثروة من الخيال. انتهى وقت الأحلام المجانية. يعني زحل في بيت المال جاي بيقولك تعالى نعمل إدارة مالية صارمة لحياتك. نبتون كمان بيقولك إن مصدر مالك ممكن يكون من الفن والروحانيات، من الموضة بقى والمزيكا أو المساعدات النفسية أو الكتابة أو ما يمثل شغفك بالنسبة لك عموما. قيمتك الذاتية لا يجب أن تعتمد على ما تملك، لكن على ما تنتج.
الخلاصة بقى للجميع، الاقتران ده جاي يسألك فين هو الحلم اللي انت خايف منه. زحل جاي بيقولك واجه الخوف ده، ونبتون جاي بيقولك آمن بالحلم ده. الحمل جاي بيقولك ابدأ تنفيذ الحلم ده دلوقتي. شكرا ليكم وسلام عليكم.